السلام عليكم. النهارده جيت وجبت لكم معايا اختي توأمي شيماء عشان نبقى من هنا ورايح ما نيجي نتكلم ونحلل هنبقى بنتكلم بالعين الفنيه وعين المشجع العادي. مشجع العادي، بس برضو مشجع مهمة فاهم جدا. برضو، بس مش فنان. نبدأ فنان نتجاذب اطراف الحديث مع بعضين. ان شاء الله نكون ضيفة خفيفة كده زي ما هي المحللة المعلم الكبير، ضيف حلو كده وجميل. طبعا. اوكي، نبدأ بقى. ممكن نتكلم الاول مثلا، كلمينا مثلا عن رأيك في النتيجة والاداء. النتيجة طبعا لا جديد يذكر ولا قديم يعاد. لا، ده هو في هناك قديم يعاد. احنا بقالنا فترة نتائجنا سلبية وبنتعادل وبقالنا فترة ما بنكسبش على التوالي. فلو هتكلميني عن الأداء هقولك الأداء قوي كان في الشوط الأول من غير مش مثمر، من غير أي أهداف. هقولك في الشوط الثاني الخصم بتاع لعب شمال أفريقيا كعادته جابنا ناحيته وجرينا ناحيته وكان ضيع الماتش مننا وخلاص. يعني خلينا نلعب تحت المعايير اللي هو حطها بالظبط كده. طيب والتركيز التركيز كان غايب عننا التركيز. انت كل هجمه بتيجي بتلعبها ما بنعرفش ان هي صح، وياما قلنا الكلام دوت ومفيش فايده برضو. بنطلع بكم اهداف محققه ضايعه لانك عندك التركيز غايب، ما انهتهاش صح. طيب مثلا سيناريو متكرر من يعني ضياع مثلا الفرص وضياع الاهداف والنتائج، وسيناريو متكرر من النتائج. وبالنسبه لنا احنا ممكن يكون في حاجه في اوضه اللبس خلت اللعيبه عايزه تتربط، حاجه متعودين عليها يعني ما بقتش موجوده. اللي ربط اللعيبه من اول الموسم، ربط الصماويل دي من التفكك ده. مدير الكرة مش على يعني خالد بيبو على عيننا وراسنا، بس في المنصب ده سيد عبد الحفيظ بالفراغ اللي يعني لو في اتاحه يرجع لازم يرجع، ولازم نفكر في الموضوع ده جديا يعني. صح. طيب ممكن تكلمينا مثلا لعب عشوائي حتى لما بتيجي تبني بتحضر بطيء. اللعيبه التانية كلهم تحت الكوره على طول بيقطعوا منك. ف انت دايما تقولي ان ما بنعرفش نباصي صح. لا ما بنعرفش نباصي صح خالص. دي العين العاديه خالص. كل واحد يعني كل الباصات غلط، وكل واحد عايز باي طريقه يتخلص من الكوره اللي في رجله عشان ما يلحقش يغلط، فبيرميها على زميله عشان ده لان مفيش تركيز من ناحيتنا وفي تساهل. ومن الناحيه التانية الدفاعات التانية واخده تعليمات ان هم ينزلوا كلهم تحت الكوره وكلهم بصف خطوط كامله بتدافع في تلت ملعبهم، فبتخليكي ما بتطلعيش الكوره صح. احنا كمان عندنا مشكله ان المساحات بتاعتنا بعيده عن بعضها مع التكتل الدفاعات والخطوط، فما بنلاقيش بعض. كنا المفروض نقرب خطوطنا كويس من بعض عشان نعرف نلاقي بعض وما نبقاش عندنا تسرع في الهجمه. ومع ذلك احنا عملنا هجمات كتير قوي بس طبعا من غير نتيجه. شباب بلوزداد ال11 لاعب كانوا تحت الكرة زي ما قلنا، لكن انت مش عارف تلعب بتركيز صح، تنهي هجمتك بشكل صح، وقراراتنا كلها غلط. وده اللي هيبان من الهجمات اللي راحت. عندك ايه ده الشوط الاول. والشوط الثاني بقى في بطء في التحضير زي ما قلنا. والهجمات المرتده بتاعتنا بنموتها قبل ما ننهيها. ما دايما عندنا مشكله في الركنيات، في تنفيذ الركنيات وتنفيذ الهجمات المرتده. انا خدت بالي يعني مثلا حتى يعني لما بيتلعب الكورنر اللي هو الاطول حد مثلا عندنا يعني ما بيعرفش يمسكها، وهم مثلا عندهم اصلا بيمسكوها قبلنا. دفاعاتك بيبقوا هم اللي مسؤولين عنها، وهم بيبقى اطوالهم كويسه. وكان في كوره خطره دلوقتي اقول لك عليها بتاعت رامي ربيعه في الشوط الاولاني، دي كانت ممكن تكون من اول الاهداف وكانت جميله جدا، بس الحظ ما ساعدش. في الناحيه الثانيه في الاخر مثلا موديست ما وقفش برضو يقدر يستلم الكوره زي ما انت قلتي، وهو طويل يقدر يحطها. بالظبط، واحد اللي اقصر منه هو اللي استلمها. المهم نقدر بقى نتكلم الشوط الاولاني زي ما احنا قلنا كان كله
خلص من غير استحوذت اكتر من 60% والنتيجه زيرو، مفيش اهداف، يعني انت ما وصلتش اللي انت عايزه والخصم وصل للي هو عايزه. الشوط الثاني بيخلص كالعاده من غير اهداف برضو، وبيضيع منك فوز سهل وكان في المتناول. هو كل المباراه حتى كلها المفروض سهله، بس المفروض كنا عملنا فيها اي حاجه نهيناها صح، كنا خدنا جول من اي حاجه. بس المهم ان الشوط الثاني انت بيحصل ايه فجاه، كل الضغط بتاعك في الشوط الاولاني كويس اللي احنا عملناه، وكان ناقصنا الاهداف وكنا بنضغط كويس واستحواذ كويس كل حاجه كويسه، لكن ما كان التركيز مش موجود وما بننهيش صح. الشوط الثاني يعني مات بالتغييرات بتاعه الخصم، المدير الفني للخصم والمدير الفني بتاعنا. احنا طلبنا ان احنا امام ينزل وبدل قفشه وكده، الناس دي لما نزلت الدنيا وقعت، ما لحقوش يتعودوا الجداد. التغييرات للاسف جت معانا بالسلب. فالشوط الثاني بقى كان بيموت من التغييرات والتوقفات بتاعه الخصم وادعاء السقوط وتضييع الوقت، شمال افريقيا ولعب شمال افريقيا اللي اللعب بتاعهم احنا عارفينه المميت ده. وتغييرات الاهلي اثرت على اللعب بالسلب. عن الفرص كنت كلمتيني قلتي لي عن الفرص، هقول لك في الشوط الاولاني يعني فرص الشوط الاول زي فرص الشوط الثاني؟ لا طبعا. احنا قلنا ان الشوط الثاني هو عارف يشدك ناحيتك، فما كانش فيه الا فرص قليله. الشوط الاولاني كان فيه فرص كتير وكان هو اللي ممكن ينهي معانا ب3 4 اهداف. الشوط الاول في الدقيقه 9 الكره الاولى للشحات كانت ضعيفه وفي ايد الحارس. الدقيقه 11 الكره الاولى الاخطر لكهربا وبتخرج فوق العارضه. يعني في نفس الدقيقه يعتبر انت كان ليك بيلين وما اتحسبش. وطبعا كالعاده احنا بنتظلم الكوره برضو اللي لعبناها احنا بقى اللي ما حسبناش ما ركزناش فيها. لا هي كانت كويسه بس راحت فوق العارضه وكانت عندك يعني برضو التركيز هنا والتوفيق وعندك سوء حظ فيه. صح. ده في الدقيقه 16 الكوره بتاعت ربيعه اللي قلت لك عليها كانت حلوه قوي، رأسيه منه من اسيست كهربا، كانت يعني كانت هتبقى تفرق كتير قوي لو كانت وكانت خطيره وكويسه. الدقيقه 19 كره حسين الشحات بين غابه من السيقان خدها كهربا، رجعت لحسين بن عياد موتها لنا خالص وطلع بره. الكره دي كانت خطر جدا وكانت تقريبا خلاص ممكن برضو كانت هتبقى اول جول. والهدف كان الهدف الاولاني ضاع اللي هو ده هدف محقق يعتبر. الدقيقه 25 الشحات والجول وهو خلاص انفرادها وهو والجول ويضيعها، ولو كان غمزها كده يعني كانت دخلت مستريح والجون كان جبناه بكل سهوله. هو في وسط بيختار الصعب، لازم يركز ولازم يعرف يختار المسافه قد ايه بالظبط. ما هي لعيبه دي لعيبه الاهلي. يعني انت لعيبه التيشيرت ده واي لاعب اساسيات الكوره والتركيز ده بيفرق معاك جدا. الدقيقه 36 اهم كوره بيرسي بيضيعها بسفاله وبيتصدي ليها الحارس ببساله للاسف. وهو طبعا حارس كبير. الدقيقه 38 مرتده وبيقطعها بيرسي كويس قوي ولكن وبيرقص حلو قوي، ولكن استبسال الدفاعات نقذهم من انفراده كانت هتبقى جامده جدا، وكانت برضو هتعمل لنا الجول الاولاني. من الاخر كده 3 اهداف محققه بقرارات خاطئه، كهربا الشحات بيرسي. والاهداف المحققه اللي بتضيعها بقلب بارد بتضيع، هو ده اللي بيودي للنتائج السلبيه. الشوط الثاني الدقيقه 45 مفيش حاجات كتير قوي يعني. في الدقيقه 45 هجمه بقلشه من بيرسي، الدقيقه 50 هجمه مقطوعه من بيرسي، الدقيقه 52 العارضه للاعب ال 12 دي بقى اللي كانت هتبقى جول بجد. اللاعب ال 12 بينقذ هدف الشحات اللي في قلب المرمى بعد قطعه من العمق، من حسين اتعامل معاه حلو جدا. الدقيقه 65 كهربا فوق العارضه. بعد كده الدقيقه 70 من اول الدقيقه 70 بيمسكوا الكوره الشباب بوليسداد ويمثلوا بيجرب حظه وبيعمل هجمات. والدقيقه 80 كان الكوره برده في العارضه ليهم وربنا عماهم وكان معانا الحمد لله. يعني كان عندك مشكله في انك ازاي تتعامل مع الشوط الثاني، ولكن هم جربوا. الحمد لله احنا دلوقتي برضه احنا اول المجموعه. ما احنا اول المجموعه دي هنقولها دلوقتي فيما بعد. فجروك للعب بتاعك للنتيجه اللي هم عايزينها.
ودي المشكله اللي حصلت، ان احنا الشوط الثاني قدرنا ما عرفناش ننفذ حاجه وجرينا للعبهم. الحمد لله. اه كلميني بقى عن الاخراج وعن التحكيم مثلا. لا ابتدي باللي انت عايزاه. الاخراج، انا دايما عندي مشكله في الاخراج اللي من بلدي. دايما اكنه زي اللي بره بلدنا، ما عندوش بتحس ان هو في نيته مش خالصه في حاجه. يعني من بدايه الماتش وهو، انا ليه كنت حاسه ان احنا بنلعب في ماتشات العصاري بتاعت التسعينات، يعني مكتوم الصوت خالص. هو في الكابينه بتاعته الحكم، ومش سامعين صوت الجماهير، وفي هدوء غريب وبرود اغرب. وكان الصوت المكتوم ده مخليك اكن خلاص هو الكلمه المتسيده هو صوت صرصور الحقل في الماتش، مفيش اي حاجه بتحصل، هو سيد اللقاء. دي من اول الدقيقه 30 بقى بدأنا نسمع صوت الجماهير، بس عارف لما تبقى معلي على 20%، ان شاء الله تيجي تقولي له انت ما بتطلعش صوت الجماهير، يعمل لك ايه ده؟ روح ارجع للدقيقه كذا. يعني ما يعديش انك تسمع الليفل بتاع الصوت، حتى ما فيش، الصوت مش موجود. قلتي لي على الصوت كان 20% فتحدث بقى 25%. مثلا. وبعدين يعني هو ليه بيحصل كده؟ اللي قاعد على الصوت اكنه فعل خاصيه ممنوع الازعاج، يعني اللي هو في ايه، احنا في بلدنا، انا عايزه اسمع صوت الجماهير، ماتش حماسي يعني. وبعدين هو ما فيش اي خروج عن النص يعني. وكمان ما بيعيدوش كرات كتيره بما عايزاها، ما بيعيدوهاش. انا لاني كنت بتفرج على الارض، ما اتفرجتش على بين سبورت، فبقول لك من الاخراج كده تقريبا هو اعتقد يعني ان هو من الاخراج بتاع بلدنا مش هيفرق، غير التعليق هو اللي هيفرق. فبالنسبه لي كان الاخراج دايما يقرفني. بالنسبه بقى للتحكيم، تحس الحكم الكيني ده اول مره يلعب كوره، حكم مايع كده وعلى الله حكايته. وطبعا هما بياخدوا تعليمات اكتر من زي ما الفرقه بتنزل تاخد تعليمات من المدير الفني، دول بياخدوا تعليمات ان ازاي انا هكرهك كاهلي وانت وكلاعيبه ان انا مش هديك حقك. انا حاسه ان هو ماشي كده في بلاد الله كده، مش عارفه هو جاي بيعمل ايه. مفيش ده يعني ودايما باصص فوق كده ومخضوض. لينا ضربتين جزاء في الدقيقه 12 في الشوط الاولاني، ضربه جزاء والحكم ما حسبهاش. وفي الدقيقه 88 لينا لمسه يد وبين، والحكم برضو ما بيهش اللعيبه، ما يلا مشوا، ما فيش. الانذار اللي عمال يدينا في انذارات، وفي انذار على البولحي عبد المنعم واقف ورا، لولا ان عبد المنعم اعترض وهو اللي وراه من بره خلاه يتكسف على دمه واداله انذار. لولا ما تقريبا الحكم الميت ده ما كانش هيديله حاجه اصلا. يعني في النهايه هو برضه قعد يعطل اللعب برضه عادي، ما خدش حاجه. في النهايه التحكيم والتمثيل بتاع اللعيبه بتاعه الخصم بتاع شمال افريقيا هم عنوان الشوط الثاني. والعيل بيقع والحكم بيصفر والوقت بيروح، وهوبا راح الماتش وراحت ال3 نقاط، وخدنا النقطه اللي عمالين نطلع منها بقالنا كام ماتش. انا مش فاهمه ليه مفيش فار في الادوار اللي زي دي، يعني مش مهم مثلا؟ ما اعرفش يعني مش مهم ايه اهم منها؟ انا مش فاهمه بالظبط. يعني فلوس تقولوا لنا طب ندفع احنا. هو ما اعرفش مين صاحب القرار دوت ان ازاي ما يبقاش فيه فار، ولو في فار ما نايمين برضه بيبقوا في المصيده برضه. بس على الاقل يبقى في فار يقدر يراجع الحاجات دي، في حاجات ما ينفعش يقدروا يتكلموا فيها. ومع اننا بنشوف الاهوال في التحكيم ومفيش فايده. ما التحكيم الافريقي هو الوحيد المستوى ثابت، مش سالك وعمره ما هيسلم. اخيرا بقى ارجع يعني واقول نقفل الصفحه دي خالص، خلاص نقفلها ونركز على كاس العالم، كاس الانديه اللي مش عارفين احنا هنروح فيه نقدم ايه. لازم نختار الشخصيه، نروح للماضي كده نجيب شخصيتنا من الماضي بالظبط. برافو عليكي. شخصيه الاهلي هي اللي بتفرق في المباريات الكبيره وفي البطولات الكبيره. فان شاء الله يا رب الاهلي يكون في الموعد ده اللي بنقدمه ده. الواحد طبعا مش مش حاسس ان ممكن ان احنا نعمل حاجه، بس طبعا ده الاهلي في الاول وفي الاخر، واحنا معاه على الحلوه والمره، وان شاء الله اللي جاي. بس المهم فينا بس ان احنا ندعم. اهم حاجه نقفل خالص الحسابات مع الفتره دي، عشان الفتره دي مهمه، وبعدين نبقى نفتح بقى الحسابات دي بعدين. لكن الدعم هو اهم حاجه دلوقتي الفتره دي. وان شاء الله يا رب الاهلي دايما يا رب. ومعاكي اهلي معاكي اهلي
وربنا ينصر اخواتنا المستضعفين اللهم امين يا رب. ويا رب ان شاء الله يزيد الجاي الغمة افضل في كل حته وفي كل مكان. ونساعد كلنا يا رب ان يا شاء رب الله. اللهم امين.